السلام عليكم. ناس كتير قوي مننا لما بتقعد في كافيه وتيجي تطلب قهوه ما بيبقاش واضح عندها قوي الفرق ما بين الكابتشينو والفلات وايت واللاتيه والماكياتو. الحقيقه هو الفرق ما بينهم صعب شويه. اقول لك على طريقه سهله جدا تخليك تعرف تفرق بين كل واحد والتاني. اول حاجه هنرسم 4 كوبايات لاتيه، ده كابتشينو، ده ماكياتو. كمية الاسبريسو اللي هنحطها في اللاتيه هي قد كمية الاسبريسو اللي هنحطها في الكابتشينو، قد كمية الاسبريسو اللي هنحطها في الماكياتو. الكابتشينو تلت اسبريسو وتلت ستيمد ميلك اللي هو الحليب اللي بيبقى مضروب بالبخار، ده بنسخن بالبخار، وتلت رغوة. كل دي رغوة. الكابتشينو ده بتاع الرغوة، وساعات بيحطوا فوقيه كده ايه رشة شوكولاتة كده صغنونة قوي. سوري الرسمة مش مظبوطة خالص يعني. طبعا بقى اللاتيه هنيجي بقى للستيمد ميلك، هناخد حتة ونص. كل ده ستيمد ميلك، وبعدين الحتة الصغيرة اللي فوق دي هنحط فيها الرغوة. اوكي، وانه اوفر اول الحليب اللي هنا تقريبا قد الحليب اللي هنا، لكن هنا اللاتيه نسبة الحليب اللي فيه اكتر، فيبقى الخلاصة الكابتشينو طعم القهوة فيه اقوى شوية من طعم القهوة اللي موجود في اللاتيه، لان اللاتيه 3/4 حليب، لكن الكابتشينو جزء حليب وجزء رغوة. اللاتيه هو اكتر مشروب فيه حليب. نيجي للماكياتو، هو عبارة عن اسبريسو وهنحط عليها شوية صغيرين من الحليب. كلمة ماكياتو بالإيطالي يعني سبوتد، لأن هما بيقولوا إن هو عبارة عن اسبريسو ومحطوط عليه سبوت اوف ميلك، يعني حتة صغيرة، عشان كده سموه ماكياتو. ماكياتو هو طعم الاسبريسو فيه باين جدا ومركز، لأن نسبة الحليب فيه قليلة مقارنة بالكابتشينو وباللاتيه. لو حد بيحب طعم القهوة يكون قوي ياخد الماكياتو، وعلشان كده الماكياتو لازم يكون جودة القهوة اللي مستخدمة في عمل الماكياتو عالية جدا، لأن طعم الاسبريسو فيه واضح جدا. رابع حاجة الفلات وايت. فلات يعني حاجة رفيعة. الفلات وايت مش إيطالي، اللاتيه والكابتشينو والماكياتو الثلاثة منشأهم إيطالي. الفلات وايت منشأه استراليا، والناس بتوع استراليا بيحبوا الاسبريسو شوية، فهتلاقي ان دايما او غالبا الفلات وايت بيبقى الدبل شوت من الاسبريسو. بيبقى فيه ستيمد ميلك بس ما بيبقاش كتير، قليل اقل من اللاتيه. بيقولوا دايما ان الفلات وايت هو قريب جدا لللاتيه، سواء كان لاتيه او كابتشينو او ماكياتو. احيانا بيحطوا مش 1 شوت اسبريسو، احيانا بيحطوا الدبل شوت من الاسبريسو. حجم كوبايه اللاتيه بتبقى في حدود 240 مللي، حجم كوبايه الفلات وايت بتبقى 160 مللي. اكبر كوبايه قهوه هي كوبايه اللاتيه، بيبقى 3/4 حليب. لو هنقارن ما بين الماكياتو والفلات وايت، نسبة الحليب اللي موجودة في الفلات وايت أكتر شوية من الماكياتو. الحاجة التانية ودي حاجة مهمة جدا، الماكياتو دايما بيبقى منفصل فيه كمية الاسبريسو عن كمية الحليب، طبقتين. لما بتيجي تشرب الماكياتو بتحس ان انت حاسس طعم الفوم لوحده وطعم الاسبريسو لوحده. فلات وايت بيبقى كله مدموج مع بعضه. بالنسبة للفوم لو أنا هفرق بينهم من فوق، هنلاقي إن مايكرو فوم يعني إن اللي يبقى الفوم ده بيفضل يضربه جامد جدا لحد ما بيبقى الإير بابلز بتاعته صغيرة قوي، فبيبقى عامل زي الكريمة، فيقدر يرسم بيه، بيعمل بيه، بيقولوا عليه لاتيه ارت. فدايما نلاقي لما بتروح أي كافيه بيرسم لك أو بيعمل الرسومات اللي بيعملها دايما على اللاتيه والفلات وايت. لكن الكابتشينو بيبقى كده إيه فلافي قوي وفي دخله هواء أكتر بكتير. السؤال هنا بقى، لو حد بيقولك تشرب فلات وايت ولا لاتيه ولا ماكياتو ولا كابتشينو، يبقى انا لازم اسال نفسي سؤال من اتنين: هل انا عايز حاجه طعمها ميلكي اكتر او طعمها فيها حليب وفيها رغوه فظيعه، ولا عايز حاجه طعم الاسبريسو فيها يكون جامد اكتر؟ خلاصه الكلام، انا هنا هحط لكم صور بتاعه كل حاجه فيهم علشان تبقوا شايفينه من بره شكل الكوبايه بيبقى عامل ازاي. فيبقى ده الكابتشينو، ويبقى ده الفلات وايت، وده اللاتيه، وده الماكياتو. بس اتمنى تكونوا عرفتوا تفرقوا ما بينهم كلهم.